السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هجمة شرسة مرعبة تطال الإسلام والمسلمين العاملين في هذا الزمن العجيب المملوء بكل حدث رهيب. فقد تغولت الغيلان وتكالبت شياطين الإنس الهواجع وكلاب الشوارع على جسد الإسلام، تريد تمزيقه بأعتى من المدافع. تريد إغواء المسلمين وإضلالهم وصرفهم عن دينهم الحق ومعتقد الصدق. ولأن شهر رمضان قد اقترب والمسلمون يستعدون فعلا لصومه عبادة لرب العالمين وجنيا للحسنات وتزكية للنفوس بالعمل الصالح الثمين، جن جنون أعداء الدين، وخرج كل واحد يزحف من وكره على بطنه لينفث سمومه، ليصرف المسلمين عن صوم هذا الشهر الكريم، ويقول: تمهل أيها المسلم، أرجوك اسمعني، لا تصم، لا تعطش، لا تجوع، لا تحرم نفسك من الشهوات، لأن الصيام في رمضان ليس ركنا من أركان الدين وليس واجبا، وإنما هو على التخيير، لأنه لا يوجد في كتاب الله آية تقول فرض عليكم الصيام، وإنما كتب عليكم الصيام، والكتابة شيء والفرض شيء. فلماذا تصوم؟ لماذا تتعب نفسك؟ لماذا تكلفها جهدا الله تعالى دفعه عنك بالقرآن الكريم وقال: على الذين يطيقونه فدية، افتدي نفسك ولا تصم، أرجوك قدم فدية ولا تصم. وإذا أبيت تعال لأقنعك، أعطني عقلك لأملأه على طريقتي من المستنقع العفن العطن الذي أشرب منه، لأقنعك بأن الصيام ليس فرضا ولا ركنا ولا واجبا وليس عبادة أصلا، وإنما هو على التخيير، ولأقنعك أنك تستطيع أن تفتدي وأن تفدي نفسك من العطش والجوع. أما كبيرهم الذي علمهم الدجل والضلال، أقصد الحديث عن النكرانيين، كبيرهم هو المقبور محمد الشحرور الماركسي. نعم، الماركسي، المقبور محمد شحرور، كبيرهم الذي علمهم الضلال والكذب والغواية والإجرام والافتراء على القرآن العظيم، يخرج ليقول لك: أنت مخير، صم أو لا تصم. وبالمناسبة ستسمعه يزكي علي الكيالي ويقول: قد أحسن علي الكيالي، لأن العلاقة الشيطانية بينهما كانت في أوجها. لماذا؟ لأنهما يشربان من نفس المستنقع الآسن العفن العطن، ويقبضان راتبهما من نفس المؤسسة، مؤسسة تراند الماسونية. وسيخرج كل من لا يفهم اللسان العربي المبين يريد أن يفسر القرآن الكريم. فهذه مثلا لبنانية متبرجة من النسويات تشبه الساحرة، تقول أنها سوف تعلم المسلمين بديلا عن الصيام هو تمارين الطاقة، وتقصد بذلك صلاة اليوغا. وملحدة تحدثت عنها كثيرا في قناتي وأصبحتم تعرفون صوتها، تقول هذه الملحدة الحيزبون: بدل أن تصوم أطعم مسكينا، أطعم جائعا. خرجت لتوزع على الناس نصائح الرحمة ونصائح الإنسانية والأخلاق الحميدة، فبدلا من أن تصوم رمضان أطعم الجائعين من فضلك. وأنا في الحقيقة لا أعرف، هل لا أستطيع أن أطعم الجائعين إذا كنت صائما؟ ما العلاقة؟ ما الرابط؟ حتى بلغ بهم الأمر أن يهوديا مغربيا خرج ليقول أنه شيخ مغربي اسمه إبراهيم أنشانت أن الصيام هو غير مفروض، وآخر يقول أنه مكتوب علينا كما كتب على الذين من قبلنا. الذين من قبلنا لم يكن عليهم فرض، وإنما كان على الاختيار.
وقياسا على الآية القرآنية الكريمة التي تقول كما كتب على الذين من قبلكم، إذن علينا أن نفعل كالذين من قبلنا. علينا أن لا نصوم. والله إنه زمن العجائب والغرائب. عشرات من النكرانيين، المنافقين، من الملحدين، من أعداء الدين من كل أصقاع الأرض خرجوا وتكالبوا على الصيام، يريدون أن يمنعوك من صوم رمضان. انتبه أيها المسلم. بدلا من أن تحرم نفسك من الطعام، أطعم من هو محروم من الطعام. بدلا من أن تحرم نفسك من الطعام، أطعم من هو محروم من الطعام. صم عن الشر والأذى والأنانية والظلم، ساعد من يحتاج إليك إن استطعت. افعل الخير وازرع الحب وانشر المودة كل أيام السنة وليس فقط أياما معدودات. واضح تماما أن هذه الملحدة الحيزبون لا تصوم، ولكنها في نفس الوقت تريد أن تحول الموضوع، أن تتاجر به، أن تقول عليك بالرحمة، عليك بإطعام المساكين، عليك بالإنسانية. من قال لك أن الإسلام لا يرحم ولا يطعم الجائعين وليس فيه إنسانية وليس فيه أخلاق عالية؟ الإسلام هو الإنسانية، هو الرحمة، هو الأخلاق العالية. لكن أنتم الملحدون بعيدون كل البعد، ليس عن الإنسانية فقط ولكن عن الفهم. تعالوا الآن نستمع إلى هذا الأحمق الجديد، هذا الملحد الجديد الذي يريد أن يشرح للمسلمين دينهم وأن يقول لهم بتعرف أنه صوم رمضان اختياري؟ تعرف هالشي؟ وهذا الأجدب الثاني يظن أنه هو بعد مئات السنين من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والتابعين، أنه هذا الأجدب اللي ما عم يعرف يلفظ كلمتين على بعضهم هو اللي اكتشف أنه الصيام على الاختيار. خلونا نسمع. تعرف أنه صوم رمضان ما هو فرض على المسلمين بل مستحب. صوم رمضان اختياريا تجدها بكل تفاسير القرآن الكريم، ولكن المشايخ طمسوها ونصبوا أنفسهم وكلاء الله وزايدوا عليه جل وعلا، وصار كل من يخالف فهمهم للقرآن يهاجم بشراسة ويعدونه خارج عن الدين ويكفرونه. هذا الملحد الأجدب طلع عنده صوم رمضان مستحب. واضح أن رمضان سيصيبهم بالجنون تماما مثل مسيلمة العشاب كما أصابته الصلاة بالجنون، وأراد أن يصرف عنها الناس بكل ما استطاع من قوة. والآن تعالوا نسمع هذه النسوية الملحدة ماذا تقول عن الصيام. هالسنة ما رح يكون في صيام، ورح يكون في بديل للصيام، هو تمارين الطاقة اللي رح نتعلمها سوا، لأنه ربنا أحلى من إنه يخلينا نعطش ونجوع. كرمال هيك رح نتعلم كيف ننظف شكرات الطاقة. هذه الملحدة المجرمة الآثمة تريد صرف الناس عن عبادة الله في شهر رمضان. كيف؟ تريد أن تعلمهم تنظيف شكرات الطاقة، لأن هذا هو بزعمها الصيام الصحيح. والآن أيها الأكارم تعالوا نستمع إلى العجب العجاب. يهودي يتنكر بزي المسلمين ويقول عن نفسه أنه شيخ مغربي مسلم اسمه إبراهيم أنشانت. تعالوا نستمع ماذا يقول. آيات المصحف الكريم، آيات الصيام في المصحف الكريم جاءت: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا ضاع الأولون عند فهمهم كتب عليكم الصيام، فهموا أنه فرض، والله سبحانه وتعالى لم يقل فرض عليكم الصيام. كلمة فرض وكلمة كتب، الله سبحانه وتعالى في قوله فرض يقصد شيئا، وفي قوله كتب يقصد كذلك أشياء، وسنبين ما هو ذلك.
هل لاحظتم أيها الأكارم أنه يقول هنا بدل أن يقول هنا؟ لا يستطيع أن يلفظ حرف الهاء، يقول هنا. وكذلك لعجمته يقول ضاع الأولون، لا يستطيع أن يقول ضاع الأولون. مخارج الحروف طبعا المتخصصون في اللغة العربية يعرفون تماما ماذا أقول، والذي درس بقية اللغات أيضا يعرف تماما ماذا أقول. مخارج الحروف تصعب على الأعجمي، المخارج العربية أقصد، مخارج بعض الحروف العربية تصعب جدا على الأعاجم، لا يستطيعون نطقها. الآن سنستمع إلى شيطان آخر من الملحدين يقول إن الصيام سنة مستحبة. لماذا؟ استطاع أن يستنتج هذا العبقري ذلك لأنه يقول كما كتب على الذين من قبلكم، وباعتبار حسب فهمه ما شاء الله عبقري، كتب على الذين من قبلنا أن لا يصوموا إلا سنة وتطوعا، فمعناتها نحن كمان مكتوب علينا أن نصوم سنة وتطوعا لمن أراد. إذن بيرجع بصب بكلام محمد شحرور أنه هو اختياري. خلينا نسمعه من فضلكم لأنه من تمه أحلى يا كحلة. كما كتب على الذين من قبلنا. طيب تعال نشوف، هل الذين من قبلنا كان المفروض عليهم الصيام؟ لا، هو بيقول له الآية معناها صوموا زي الناس السابقين هم السابقين، صوموا زيهم، يعني إنها شيء يهذب النفس ويخلي الإنسان يشعر بالفقير، يعني خلاص طالما حاجة جيدة وسنة جيدة أو شعيرة جيدة خلاص نعملها يعني. فهنا الموضوع مش كتب فرض، لا، ولو فرض علينا يبقى مفروض كمان على الصبي المندعين، لأنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فلو كان مفروض على الذين من قبلنا يبقى مفروض علينا. هذه واحد. عشان كده أنا قلت الصيام سنة مستحبة، لأن القرآن قال إن ده شيء جيد. عشان كده أنا قلت الصيام سنة مستحبة، لأن القرآن قال إن ده شيء جيد. والآن أيها الأكارم تعالوا نستمع إلى كبيرهم الذي علمهم الضلال والغواية، إلى الماركسي محمد شحرور. تعالوا نستمع إليه وأنصتوا جيدا. كتب عليكم الصيام، بنات أعطيك احتمال ثاني. بكتب في احتمال، على الأقل احتمال آخر، على الأقل. طيب، وقد أحسن عليك يا رئيس إذ فرق بين الصوم والصيام وأحسن في هذا. وقد أحسن عليك يا رئيس إذ فرق بين الصوم والصيام وأحسن في هذا، لأنه الصوم عبارة عن عملية مرهقة. الآن على كل إنسان أن لا يشعر بالذنب إذا اختار الفدية، ولهذا فعلينا أن نختار. وأنا أنصح أن كل إنسان لا يسأل أحد أن يقرر بنفسه الفدية أم الصوم، أن يقرر بنفسه الفدية أو الصوم دون أن يسأل، لأنه الإنسان يعرف ظروف يعيش ظروف، يعرف ما هي ظروفه لحتى يقرر ولا تسألوا أحدا، اسألوا أنفسكم فقط واعلموا أن هذا مقبول وهذا مقبول. والآن أيها المسلمون، أيها الأكارم في كل مكان، أيها المسلمون العاملون، صوموا صوموا، فلا يوجد أجمل من عبادة الصوم، عبادة خص بها الله سبحانه وتعالى المؤمنين، فخاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وفي الحديث الشريف على سيد محمد الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يكذب النكراني علي الكيالي الذي فرق بين الصيام وبين الصوم، واخترع اختراعا عجيبا بأن الصوم هو صوم سيدتي العذراء رضي الله عنها عندما قالت إني نذرت للرحمن صوما، قال الصوم هو صوم عن الكلام. وأنا أقول لك أنت بالذات يا ليتك تصوم عن الكلام وتبتلع لسانك في فمك ولا نعد نسمع منك كلمة، لأنك إنسان مجرم وأنت تشوش على نصوص الدين وتشوهها.
وكتب يعني فرض، بل أعظم، وكتب يعني فرض. ووجود فدية وقضاء لا يعني إلغاء الفرض الأصلي كعبادة كما فهم الحمقى وعلى رأسهم شيخ الضلال المقبور الشحرور، بل يعني إعطاء رخصة لمن لا يستطيع أداء الفرض، كالصلاة تماما عندما يصليها المريض جالسا أو مستلقيا. ولكن النكرانيين يضحكون على الحمقى لأنهم لا يعرفون في اللغة العربية، يضحكون على أصحاب الشهوات من المسلمين الذين يعبدون الله تعالى على حرف، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يمحص العباد، وإلا كيف ستشتعل جهنم؟ بمن ستشتعل جهنم؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ والذي يؤكد أن الصيام أو الصوم واجب وركن وعبادة أسلوب الشرط الجازم ولام التوكيد في الآية المحكمة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه فليصمه. يا ويلكم من الله أيها النكرانيون، أيها المجرمون المدلسون، إنها أمر في آية محكمة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ما بدك تصوم يا شيطان الإنس، مو مشكلتي، هي مشكلتك. لماذا تريد أن تغوي المسلمين؟ على العموم المسلم العاقل العامل الفهمان ما بيلتفت لكم ولا له دريان فيكم أصلا، هو مكترث بالله سبحانه وتعالى، بعبادة الله سبحانه وتعالى، بإرضاء الله على طريقته كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا. كتب يعني فرض بل أعظم، كما في سورة البقرة أيضا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن فرض عليكم القتال، قتال الأعداء، وهو أمر مكروه بالنسبة لكم. وكون القرآن الكريم البيان الإلهي قد أتى بجملة وهو كره لكم معناته أنه مفروض بشكل قاطعي، ولكن يصف أنك تكره ذلك، ولو كان على الخيار لما كان لهذه الجملة معنى. ولذلك بكت الله سبحانه وتعالى الذين كتب عليهم القتال، أي فرض عليهم القتال، فتولوا. وإلا لماذا سيبكتهم إذا كان الأمر على الخيار؟ يقول البيان الإلهي: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وأيضا يقول البيان الإلهي في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ووجود الدية لا يعني أن الكتابة هنا ليست فرض، بل يجب أن يكون هناك قصاص. يزعم النكرانيون أن هناك دليلا في القرآن الكريم على أن الصوم اختياري. أين هو هذا الدليل؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يفسرون يطيقونه بضم الياء على أنه يستطيعونه، أي على الذين يستطيعون صيام رمضان ولكنهم لا يريدون يطعمون مسكين، هكذا يفهمون. والسبب في هذا الفهم القاصر الخاطئ هو أنهم لا يفهمون في اللسان العربي المبين، وهذه كارثة. وضعوا تحت كلمة كارثة، ضعوا 1000 خط. كارثة بكل معنى الكلمة أن لا يفهم المرء في اللسان العربي المبين وأنه غير متخصص في اللغة العربية أن يشرح القرآن الكريم بالهوى وبالشهوة. يا ويله من الله. تعالوا لنرى من فضلكم ما هو الفرق. يوجد في اللغة العربية طاقة، يطيق طوقا. أعيد: يوجد في اللغة العربية الفعل طاقة، يطيق طوقا. لاحظوا الفعل المضارع مفتوح الياء، ياء المضارعة مفتوحة، يطيق. هذا ما هو حاله؟ طاقة هنا
بمعنى استطاع، أي دخل في طاقته وقدر عليه. طيب، والثانية أطاق، الفعل أطاق بالهمزة، أطاق، وانتبهوا من فضلكم جيدا، أطاق يطيق، يطيق بضم ياء المضارعة، أطاق يطيق إطاقة. هنا كلمة أطاق كفعل يعني أي لم يستطع، هنا أطاق بمعنى عجز، ومضارعها يطيق، يطيقونه أي يعجزون عن أدائه، يعني بيتلبكوا. مشان هيك سيدي ابن عباس رضي الله عنهما أجاز للحامل وللمرضع وللشيخ الكبير ولأصحاب الأعمال الشاقة، طبعا سحبت بعد ذلك بالقياس، أجازوا لهم الإفطار، لأن الفعل هنا أطاق يطيق، إذن على الذين يطيقونه أي لا يستطيعون أداءه، يعني بيتلبكوا بالصيام. مسكين بيشتغل أعمال النار، خباز في أعمال التنجيم بالمناجم، طبعا مو تنجيم الفنجان يعمل تحت الشمس ليلا نهارا، وإذا ما اشتغل بيموتوا من الجوع. ولذلك هؤلاء هم الذين يطيقونه أي لا يستطيعونه. لذلك أعيد وأكرر، وطالما استمعتم إلي وأنا أقول الذي لا يفهم في اللسان العربي المبين وغير متخصص في اللغة العربية ينصرف ولا يقترب من القرآن، لأنه يضل العباد. إذن أعيد للأهمية، ليس الفعل يطيقونه بمعنى يستطيعونه أو يستطيعون أن يتحملوه، وهذا التفسير تفسير جانب الصواب، لأنه لا يستقيم لغويا. فالفعل يطيقونه أي لا يستطيعونه. لماذا؟ لأن ياء المضارعة مضمومة. إذن الفعل الأصلي أطاق، أطاق يعني عاجزة. وثانيا هذا يتناقض مع مطلع الآية المحكمة الملزمة، كتب عليكم الصيام، يعني معقول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه أن يقول كتب عليكم الصيام ثم يقول إذا بتحبوا صوموا، إذا بتحبوا ما بتصوموا؟ ما هذا التناقض الذي يعشعش في رؤوسكم وفي أفهامكم أيها النكرانيون؟ بتعرفوا شو مصيبتكم؟ مصيبتكم أنه الفهم عنكم قاصر، أنتم بالأصل مخاخكم عاجزة عن فهم الحقيقة، لذلك أنتم تفلسفون أخطاءكم. وهي مصيبة المصايب، كتير مصيبة إذا الأجدب اللي مو فهمان بده يحكي بالعلوم. وحتى الذين قالوا بتقدير حذف اللا النافية، يعني وعلى الذين لا يطيقونه حذفت اللا فأصبحت وعلى الذين يطيقونه، هذا خطأ لغوي أفدح من الأول، لأنه عندها يتوجب أن يكون الفعل على الذين لا يطيقونه، فتحذف اللا فيبقى الفعل وعلى الذين يطيقونه، يطيقونه بفتح ياء المضارعة. ولكن الفعل في البيان الإلهي يطيقونه بضم ياء المضارعة من الفعل أطاق، يعني عجز، على الذين عجزوا عن أدائه بشكل كامل. ولذلك بالمناسبة هنا يدخل المريض الذي لا يرجى برؤه، لأنه الذي لا يرجى برؤه لا ما بيقدر بكل الأحوال يصوم، خلص يا لطيف والعياذ بالله المرض عنده عضل، خلصنا فدية. أما المريض اللي مرضان هيك أمراض مثل كلنا بفضل رب العالمين، منمرض ومنشفى، فمنقضي ما فاتنا من الصيام. القضاء بحد ذاته بدل على أن الصيام ليس اختياريا. سمعت يا محمد شحرور؟ طبعا هو الآن مقبور ولكن أنا أقصد بذلك سمعتوا يا أتباع محمد شحرور؟ وجود القضاء هنا دليل على أن الصيام ركن وواجب وعبادة. والآن الذين يهتمون في اللغة العربية الجميلة البديعة أقدم لهم بعض الأشعار دليلا على كلامي. يقول الشاعر عبد الملك ابن حبيب القرطبي: وانتبهوا إلى ياء المضارعة، كيف يطيق الشعر من أصبحت حالته اليوم كحال الغرق، ما حدت عن عهدك، لا والذي يجود بالرزق على من خلق. أما الآن ضم ياء المضارعة في الفعل، يعني لا يستطيع، يعني يعجز. يطيق البعد لا يرضاه،
فالذكريات إليها تغاديه، ولو كان يطيق الصبر عنها روحها بين جنبيه تناديه. هنا يطيق بضم الياء أي لا يستطيع. إذن على الذين يطيقونه أي لا يستطيعونه، والآية ليست منسوخة.